ماكو اثنين بالعالم عندهم نفس البصمة. نتفق على شي بالبداية، أنه بصمة الإصبع تتميز بشغلتين: التفرد والثبات. يعني ما تلقى واحد بصمته نفس بصمتك، وبصمتك ما تتغير من تنولد لحد ما تموت. تتكون البصمة من خطوط بارزة نسميها التلال الاحتكاكية، ومسافات مثل ما نقول حفر، هاي تتسمى الأخاديد. التلال والأخاديد هي هاي اللي تسوي لنا نمط بصمة مختلف عن غيرنا. شنو الأنواع الأساسية للبصمات؟ 3 أنواع. الأول اللي أكثر من نص الكرة الأرضية هاي بصمتهم، اللي هي الحلقات، تمثل 60% من بصمات البشرية وبصمات الكرة الأرضية. النوع الثاني اللي هو الدوامات، يكون شكلها حلزوني وتمثل 35%. أما نجي الأندر نوع من أنواع البصمات اللي هو الأقواس، هاي نسبتها 5%. بس تدري شنو؟ إذا نوع بصمتك أقواس فأنت محبوب أبو الأدلة الجنائية. ببساطة إذا تسوي أي جريمة لا يتعب نفسه يبقى يقارن بالبصمات المرفوعة من محل الحادث، لا خالو رأسا تلقى نفسك بالبودي. وخلي ببالك فد موضوع، أنه أي شي تلزمه أو أي سطح تلمسه أنت راح تعوف عليه بصمة. بكل مكان أنت تعوف بصمة، لكن البصمات كاملة. جسمك يفرز زيوت وعرق، التلال الاحتكاكية اللي حكينا عنها بيها مسامات تطلع منها هاي الإفرازات مال جسمك، فأي شي تمسكه راح تعوف عليه بصمتك المباركة. هاي أنواع البصمات. اكتب لنا نوع بصمتك، خلينا نشوف منو اللي بصمته نادرة.